واقفة ب100 راجل في المحل بتاعها، ما همهاش ظروفها ولا كلام الناس، بالعكس ده الكل دلوقتي بيحلف بجدعنتها، أصل اللي عملته مش أي حد يقدر عليه. ياسمين بنت الصعيد أول كفيفة تشتغل في بيع اللحوم، إيه حكايتها وإزاي قدرت تتغلب على كل ظروفها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا دلوقتي. تخيل كده تمشي في حي راقي زي المهندسين وتدخل محل لحمة معروف، فتلاقي اللي واقفة ورا الترابيزة مش راجل زي ما الناس متعودة، لا دي بنت في عز شبابها، بتبتسم وشغالة بإيديها وبتجهز اللحمة بمنتهى الحرفنة. اسمها ياسمين جمعة، بس مش أي ياسمين، دي أول بنت من الصم والبكم تشتغل في بيع اللحمة في مصر، وبقت قدوة لناس كتير. الحكاية بدأت بدري. ياسمين من صعيد مصر، اتولدت في القاهرة وعندها 18 سنة دلوقتي، وعايشة مع أهلها في عمارة والدها شغال فيها كحارس في قلب المهندسين. هي واحدة من 5 بنات والوحيدة اللي ربنا ابتلاها بإنها ما تسمعش وما تتكلمش، لكن ده ما كانش نهاية الدنيا، بالعكس ده كان بداية حكاية ملهمة. أبوها دخلها مدرسة للصم والبكم، اتعلمت شوية كتابة وشوية لغة إشارة، بس التعليم ما كانش مثالي، يعني ما كانتش من المتفوقين، إنما كان عندها شغف غريب ناحية اللحمة. ومن وهي عندها 8 سنين كانت بتعدي على محل اللحمة اللي جنبهم، محل اسمه الانشراح، ملك واحد اسمه حمادة عبد القادر، نقيب بياعي اللحمة في شمال الصعيد. كانت ياسمين دايما بتقف تتفرج، مش بتلعب زي باقي العيال، كانت واقفة عينيها على كل تفصيلة، طريقة التقطيع والترتيب والتعامل مع الزباين. ولأنها خفيفة الدم ووشها بشوش، حمادة حبها من أول لحظة وبقى بيعتبرها زي بنته. وفي يوم من أيام عيد الأضحى ياسمين دخلت المحل وبدأت تحاول تشتغل، حصلت مشادة بسيطة مع عامل هناك، ولما حمادة قرب يشوف لقاها بتقطع اللحمة بإيديها وكأنها بتشتغل بقالها سنين، وقال أنا كنت سايبها تلهو. طلعت بتتعلم من غير ما حد يحس، ومن ساعتها ياسمين بقت جزء من فريق الشغل، كل يوم في المحل، كل عيد وكل موسم. حمادة بيقول إنها عندها طاقة وشطارة أكتر من رجالة بكتير، وبتشتغل من قلبها. مش بس كده، دي كمان بتساعد أهلها وتكفي نفسها من شقة إيديها. ياسمين مش بس بتعرف تجهز اللحمة بحرفنة، لا كمان عندها لمسة بتخلي كل حاجة شكلها يشهي، ودي شهادة الزباين اللي بقوا بيجوا مخصوص عشانها وبيتصوروا معاها لأنها مختلفة وقصتها ملهمة. بره الشغل ياسمين بنوتة عادية أنيقة، بتستخدم الموبايل وبتتواصل مع الناس عن طريق الكتابة والفيديو، صاحبة وجدعة ومحبوبة من كل اللي يعرفوها. والأجمل إن عندها حلم إنها تفتح محل خاص بيها، وحمادة وعدها إنه هيقف جنبها ويساعدها، بس بعد ما يفرح بيها كعروسة الأول. في الآخر ياسمين نموذج حقيقي للإرادة، بنت تحدد الظروف وكسرت الصورة النمطية، وقدرت تكون مختلفة ومميزة مش بالعافية ولا بالحظ، لكن بالموهبة والاجتهاد والحب اللي حطته في شغلها. ولو في رسالة من الحكاية دي فهي ما تحكمش على حد من ظاهره ولا تحصر حلمه في ظروفه، لأن في ياسمين تانية كتير مستنية بس فرصة عشان تبان.